مرحبا بجميع المشاهدين الكرام في اول خروج اعلامي له وبشكل حصري على القناه الثانيه كيحضر معنا الحكم العالمي ابن الدار البيضاء اسماعيل فتح اللي قاد المواجهه ديال اليوم امس بين انجلترا والارجنتين ضمن نصف نهائي كاس العالم. اسماعيل مرحبا بك على القناه الثانيه. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الدعوة وشكرا على الفرصة أن نحكي مع الجمهور المغربي. مرحبا سي اسماعيل، هذا شرف لنا كذلك. اذا نبداو بهذه المواجهه ديال اليوم امس بين انجلترا والارجنتين، مواجهه اللي حبست الانفاس. كيفاش عشتي هذه المواجهه بين منتخبين كبيرين في مواجهه اللي نقدروا ربما نعتبروها واحده من افضل المباريات اللي قدتيها في المسيره التحكيميه ديالك؟ إنجلترا والأرجنتين مباراة عندها تاريخ قديم، والحمد لله أنا بالنسبة لي والطاقم ديالي التجارب ديال 20 سنة وجدتنا لهذه المباراة. كانت عندنا الثقة التامة في الاستعداد ديالنا، كان عندنا الثقة التامة في العطاء ديالنا في البطولة، والحمد لله التوفيق كيجي من الله سبحانه وتعالى. تحدثت على هذه المباراه من بعد 21 عام ديال التجربه وتراكم مجموعه من المباريات الدوليه. مباراه من هذا الحجم كيكون فيها توتر، كيكون فيها ضغط. كيفاش اسماعيل الفتح كيحافظ على الهدوء ديالو وعلى التركيز وسط المواجهه؟ أول شيء الثقة في النفس والثقة في المهارات اللي اكتسبناها كأي لاعب، كأي ممارس كتمرن كل يوم، كل أسبوع، كل سنة، ومني كتصفر الصافرة كترجع داكشي اللي كتعرف. وبالنسبة لي أنا واخا المباراة تكون كما كانت، مني كتصفر الصفارة 22 لعاب، الكازون هو الكازون والتوفيق من عند الله. تحدثتي عن اللاعبين، نقطة مهمة. يوم أمس كانت المباراة حضر فيها النجم العالمي ليونيل ميسي وكذلك مجموعة من اللاعبين. إسماعيل فتح كيفاش كيدبر هذه المواجهة وكيفاش كيكون التفاعل والتعامل ديالو مع بعض اللاعبين قيمة مثلا ليونيل ميسي؟ ليونيل ميسي خصو يعرف اسماعيل فتح، وهاري كين خصو يعرف اسماعيل فتح، وكنتوقع انهم كيديروا الهوم وورك ديالهم بحال كما كندير انا. بالنسبه لي انايا كتتم مباراه بين 22 لاعب، فريق ابيض وفريق زرق، وحنا كنخدموا الخدمه ديالنا. دونك الصحافة الإنجليزية تحدثت قبل المواجهة طبعا في اطار الحرب النفسيه اللي كتسبق المباراه، وقالت بان ليونيل ميسي اسماعيل فتح هو الحكم المفضل عند ليونيل ميسي. ما عرفت واش تبعتي هذه الاخبار قبل المباراه؟ فكيفاش كتتبع وكيفاش كتوجد راسك نفسيا في ظل هذه الاخبار وهذه الحرب النفسيه اللي كتسبق المواجهات الكبيره من هذا الحجم؟ الحياه ديال التحكيم علمتنا اننا ما نشوفوش شنو كاين في الميديا. كنشوفوا شنو كاين في لي تاكتيك، كنهيئوا تكتيكيا الفرق، كنهيئوا بالنسبه لتاريخ المواجهه من ناحيه الاسلوب ديال اللاعب، من ناحيه كيفاش اللعابه كيتعاملوا اكسترا. عندنا بزاف ما نوجدوا ليه، ما كنديوهاش بزاف في شنو كيتقال في الميديا، ولكن كذلك ما كنعيشوش في واحد القوقعه، كنعرفوا شنو كاين، كنعرفوا كما قلت لك التاريخ ديال المباراه. هذا اللي كيخلينا نحطوا واحد لا جيستيون، واحد البلان دو جيستيون ديال الماتش تابع على حساب هذيك الشحنه اللي كما قلتي كاينه. وحنا البرنامج ديالنا كان انه خصنا نجاريو لو ماتش، نحاولوا نبردوا اللعابه. حنا كنعرفوا اللعابه، انا عندي 44 عام، لاعب عنده 25 عام، انا ولدي عنده 21 عام، كنعرف باش كيعيش. الوغ كنحاولوا نهبطوا لهم داك التوتر بالكلام، بعض الخطرات بواحد الابتسامه، بعض الخطرات بقوه الشخصيه، والحمد لله ربي وفقنا. وكانت واحد اللقطه اللي دولات من بعد نهايه المباراه، من بعد صافره النهايه، لحظه سجود. كيفاش عشتي هذه اللحظه العفويه؟ كما قلت لك الضغط كان كبير، والتوفيق كيجي من عند الله سبحانه وتعالى. في التهيئ لهذه المباراة، أنا بالنسبة لي وبالنسبة للعائلة ديالي، الأخ ديالي سعيد، الأب، الزوجة ديالي، الجميع كان عليهم ضغط كبير كذلك. وكنعرف أنا باش كانوا عايشين وباش وصلت أنا إلى هذه النقطة. كما قلت لك 20 سنة كلهم هما ضحاو فيها. هذيك السجدة ديال الشكر لله سبحانه وتعالى اللي خلانا ندوزوا المباراة بسلام بتوفيق، والتوفيق يجي من عند الله، واول شيء كيجيني انايا هو السجدات ديال الشكر، الحمد لله. طبعا هي امتنان من بعد رحله طويله ديال العمل والتضحيه كذلك. تحدثت على واحد النقطه قبل ما نبداو هذا الحوار على القناه الثانيه، على زيارتك ليها وانت صغير. شنو تقدر تقول لنا اسماعيل على هذه الزياره واللي باقى عندك في الميمور ديالك؟ اسماعيل فتح كان تلميذ ديال الاعدادي، ما عرفتش السن ديك الساعه 15 16 سنه، وكان واحد المسابقه في الدوزيام واستدعونا. ودابا في الحديث ديالنا قبل هذا النقاش جاتني هذيك
الذاكره كانت ذاكره لطيفه مع اصدقاء ومؤسسه مغربيه عالميه كنفتخروا بها كذلك. الا بغينا نسولك اخر سؤال على المنتخب المغربي، اكيد كتبع المباريات وتبعتي المباريات ديالو منذ البدايه الى مباراه فرنسا، كيفاش كتشوف المسار ديالو في هذه النسخه من كاس العالم؟ اولا قبل ما نهضر على المنتخب المغربي نهضر على الجامعه الملكيه المغربيه اللي السنه الماضيه ملي كنت مصاب وعملت واحد المشروع مع التنسيق مع مديريه التحكيم تماك ومع السيد الرئيس فوجي القجاع. الجامعه الملكيه المغربيه قدمت لي واحد الدعم كبير اللي لا ينسى، يعني كنت مصاب في الركبه ديالي، عمليه جراحيه صعبه جدا، ما كنظنش انني نكون هنا من غير هذيك 3 شهور اللي كانت فيها مساعده كبيره. الوغ كنبغي نوجه الشكر ديالي لهم والسيد فوزي القجاع وصاحب جلاله نصره الله، واي شيء كنديروه العزه ديالنا كتجي من المغربي ديالنا. واللي سولتيني على المنتخب المغربي، المنتخب المغربي ورى العالم كامل وانا والجميع المغاربه في العالم انه في 2022 وحتى الان اننا نقدروا نكونوا في اعلى وفي القمه ديال اي مجال خصوصا كره القدم، والحمد لله احنا فخورين بهم، وان شاء الله 2030 غنديوها ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو الحلم ديالنا كمغاربه. اسماعيل الفتح، يعني تحدثتي على التمغربيت وكنبغي الامانه فقط بالنسبه للجماهير اللي كيتفرجوا فينا انه مباشره من بعد تواصلنا معاه ومع الاخ ديالو اللي كنوجهوا له تحيه كبيره سعيد الفتح، فما ترددش وقبل الدعوه ديالنا بصدر رحب وبشكل تلقائي. فشكرا لك اسماعيل الفتح على حضورك معنا، وكنتمنى لك اكيد التوفيق في المسار ديالك. شكرا الاخ انس، شكرا للجميع، شكرا لمغاربه العالم. إذا كان معنا إسماعيل الفتح في أول خروج إعلامي له من بعد إدارته المباراة نصف نهائي كأس العالم بين إنجلترا والأرجنتين. كان هذا حوار حصري